ده الفيديو اللي فات اللي عملناه مع بعض اللي نزلته لكم. عملت كل حلاوة المولد بتكلفة اقل ما تجيبي كيلو من بره. عملنا الفيديو ده اللي فات والنهارده هنعمل القشطة مع بعض زي ما انتم شايفين قدامكم. دي قشطة حلاوة المولد تحفة جدا، بكوباية سكر ومعلقتين جيلاتين ب5 جنيه من عند العطار. هتعملي احلى قشطة بتاعت حلاوة المولد. تعالي نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بجيب العلبة، بجهز كل الحاجة الاول، بدهنها زيت كويس، وبعدين بجيب كيس مطبخ بفرده فيها وبدهنه برضو زيت، وبعدين بجيب بقى جوز هند وزبيب بحط فيه من تحت عشان خاطر لما انزل الخليط فيها يمسك فيها على طول. جهزت كده كل حاجة لان لازم بعد ما اخلص على طول الخليط بحطه فيها على طول، فلازم اجهز قبلها. ده طبق بضيف فيه معلقتين جيلاتين كبار، وده ب5 جنيه من عند العطار وبيزيد منه كتير، وعليه ربع كوباية مية وبقلبه. هتلاقيه بيجمد معاكي اهو انت بتقلبيه، وبعدين بركنه. بجيب بقى الحلة وبضيف فيها كوباية سكر على نص كوباية مية ورشة فانيليا، وبرفعها على النار. وأول ما بتغلي والسكر يدوب تماما بضيف معلقة عسل جلوكوز كبيرة. معلقة عسل جلوكوز، عسل الجلوكوز ده برطمان بتجيبيه بتعملي بيه كل الحلاوة ب25 جنيه من عند العطار، وبتسيبيها تغلي دقيقتين بس، بتظبطيهم على الموبايل دقيقتين بس. وكده بعد ما غلت الدقيقتين حطيت الجيلاتين في طبق ونزلت عليه بالسيرب اللي انا عملته، وبجيب المضرب وافضل اضرب فيها كده. تفضلي تضربي فيها كده لحد ما تحسي ان اللون بيختلف وبيفتح معاكي اهو زي ما انت شايفه اهو. اللون فتح اهو، بس لسه ما وصلتش للمرحله اللي هوقف فيها ضرب وتكون خلاص خلصت معايا اهو. هفضل برضو اضرب لحد بصوا ما تقلت اهي، قربت تبقى زي الكريمه بالظبط، وخيوط بتنزل منها اهو زي ما انتم شايفين كده. خلصت كده هوقف خلاص. وبجيب بقى العلبه اللي انا كنت مجهزاها وبنزل بالخليط كله فيها اهو. بس كده كده القشطه خلصت. بضيف بقى زبيب على الوش، وممكن تستغني لو انت ما عايزاها ساده، وجوز هند، بس طبعا الحاجات دي بتحليها اكتر لان هي مشهوره بيها. وبركنها على جنب، ما بتكملش مثلا 3 4 ساعات كده وبتتجمد علشان الجيلاتين اللي فيها. بس كده وخلصت اهي. هقطعها معاكم. لازم السكينه تكون مدهونه زيت، لانك لو ما دهنتهاش زيت هتلزق فيها ومش هتقطعها. السكينه تكون مدهونه زيت، والطبق اللي انا بنزل عليه برضو دهناه زيت. كل حاجه لازم تكون مدهونه. شايفين بتمط معانا، هتمط معانا خالص اهو. وكل اللي كلفناه ايه؟ كل اللي كلفناه كوبايه سكر ومعلقتين جيلاتين، وعملنا القشطه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ولا تكات ولا حركات، ولا هي صعبه اصلا. يا دوب بتضربي بالمضرب لحد ما تخلصيها. وشوفوا بتمط ازاي، وشوفوا عامله ازاي. تحفه جدا. عشان تيجي بقى تحفظيها في علبه، بتجيبي علبه وبتجيبي جوز هند اهو، وبتغلفيها بالجوز الهند خالص، وبعدين تشيليها في العلبه كده تفضل معاكي ما تلزقش، وايه، وتفضل معاكي زي ما انت عايزه. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، بالهنا والشفا لكل اللي يجرب، وكل سنه وانتم طيبين.